الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، إنني وأنا أخاطبك اليوم بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء من مدينة داكار عاصمة جمهورية السنغال الشقيقة. أعرف أنك لن تتفاجأ بهذا القرار، فالسنغال كان من بين الدول التي شاركت في هذه الملحمة الوطنية إلى جانب دول إفريقية وعربية أخرى، كما أن هذا البلد العزيز كان دائما في طليعة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا. بل أكثر من ذلك، فقد أبان قولا وفعلا في عدة مناسبات أنه يعتبر مسألة الصحراء المغربية بمثابة قضيته الوطنية. ولن ينسى المغاربة موقفه التضامني الشجاع أثناء خروج المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984، حيث اعتبر الرئيس السابق السيد عبدو ديوف أنه لا يمكن تصور هذه المنظمة بدون المغرب، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه آنذاك العديد من الدول الإفريقية مثل غينيا والغابون والزائر سابقا. وقد اخترت السنغال أيضا لمكانته المتميزة في إفريقيا بفضل نموذجه الديمقراطي التاريخي واستقراره السياسي والاجتماعي وديناميته الاقتصادية، إضافة إلى علاقات الأخوة والتضامن ووحدة المصير التي تجمع عبر التاريخ الشعبين السنغالي والمغربي كشعب واحد، حيث يشكل كل منهما الامتداد الطبيعي للآخر في تلاحم فريد بين بلدين مستقلين يحترمان خصوصيات بعضهما.